السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قبل أي حاجة أطلب منكم إن شاء الله أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة هنتكلم عليها وهم اليومين اللي فاتوا. طبعا المحكمة الدولية حكمت للأهلي بإحقاق الدوري 2024-2025. وطبعا بقول للجماهير الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي مبروك، ألف مبروك. الحاجة التانية إن شاء الله طبعا بكرة في مباراة بتاعة الأهلي والمقاولين إن شاء الله. وطبعا اتحاد الكورة عين حكم الساحة محمد الغازي للمباراة، وإن شاء الله المباراة مذاعة الساعة 9:30 إن شاء الله. نطلب من جماهير الأهلي إن شاء الله إن هي تساند الفريق، وبنطلب بقى من الجهاز الفني إن هو يعمل شوية تغييرات عشان الناس. احنا عايزين اللعيبة تبقى رجالة وعلى قلب راجل واحد، وإن شاء الله نفوز بالمباراتين. المباراة دي بتاعت المقاولين، وإن شاء الله في مباراة تانية إن شاء الله بتاعت طلائع الجيش اللي هي متأجلة، فنكسبهم وننهي الدور الأولاني وإحنا كسبانين إن شاء الله. والدور الثاني اللي هو يبقى من 7 مثلا، اللي هو الفرق السبعة اللي هتبقى في الأول هيلعبوا بعض. فطبعا بنتمنى ان طبعا لعيبه الاهلي تبقى رجاله، وعايزين نشوف بقى ان شاء الله في مباراه المقاولين 11 راجل في الملعب، اي حد ينزل ان شاء الله نكسب المباراه. واحنا طبعا جمهور الاهلي بيقف ورا فريقه ايا كان ومهما كانت الظروف. فطبعا احنا بنتمنى ان المكسب يبقى حليفنا ان شاء الله. طبعا الزمالك متصدر الدوري ب 40 نقطه، بيراميدز طبعا 37 نقطة، الأهلي 37 نقطة. يعني الأربعة اللي هم الكبار هم اللي متصدرين الدوري. إذا كان الزمالك هنقولهم بالترتيب، إذا كان الزمالك 40 نقطة، الأهلي بيراميدز سيراميكا. فطبعا احنا بنتمنى ان احنا ناخد المباراتين دول